السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم ويلا نشرح مع بعض على طول شابتر 6. شابتر 6 سهل جدا جدا جدا، يعني فعلا كله يتاخد في حلقة واحدة. وطبعا الناس اللي بتسأل أنا ليه مستعجلة في ان انا اشرح شابتر 6، معلش 6 عشان خاطر الايام الجاية ان شاء الله انا عندي ظروف صحية هدخل العمليات، فبس عايزة ادعواكم مش اكتر. سيبكم بقى من اللايكات والحاجات اللي زي الفل دي، ما تشتركوش ولا تعملوا لايك، ادعولي بس. يلا نشوف شابتر 6 فيه ايه. هيبقى عندنا حلقة واحدة بس للماس هنشرح فيها المسائل اللي هي الكلامية اللي words problem، اللي خاص بشابتر 6 و5 مع بعض. تمام. يلا نشوف شابتر 6 فيه. هو سهل جدا 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 بجد الشابتر ده. اول ليسون في شابتر 6 بتقول لي multiplication strategy، تمام، اللي هي او استراتيجي اللي هي النظريات بقى بتاعه multiplication بتاعنا. تمام. الليسون الاولاني ده سهل خالص، بيتكلم على ان انت مثلا اما تعمل مالتيبلاي لرقم ويكون مثلا الرقم ده هيبقى باي 10 او باي 100 باي 1000. بص ازاي، يعني مثلا انا لما اجي اقول مثلا وليكن 2 باي 10، طبعا انت حافظ التيبل فهتقولي 2 باي 10 equal 20. تمام. الفكره ايه؟ الفكره ان انا اول حاجه بنزلها الزيرو، وبعد كده بقول ال1 باي 2 equal 2. طب لو قلت 2 باي 100، ما دام في رقم فيه 2 زيرو، اول حاجه تفكر فيها ان انت تنزل كل الزيرو اللي موجود في المساله عندك. فهنا 2 باي 1 زيرو هتنزل ال 2 زيرو الاول، وطبعا هتيجي بقى خلصت من 2 زيرو هتقول 1 باي 2 ايكوال 2 هيبقى 200. طبعا ما ينفعش يتحط هنا ال 2، لان لو اتحطت هنا هيبقى ملهاش اي معنى. الزيرو لما يبقى على الشمال ما يبقاش كده عملت النمبر. تمام. يعني مثلا هكتب هنا حاجه تاني، لو كتبت مثلا 50 باي اهو 100 وليكن، اول حاجه نفكر فيها ان احنا ايه، ننزل كل الزيرو اللي في المساله، مش بتاع ال 100 بس، بتنزل كل الزيرو اللي في المساله. يعني اهو عندي 3 زيرو يبقى 0 0 0، وبعد كده ادي خلصت منهم كل الزيرو اللي موجود. تبدا بقى 1 باي 4 equal 4 يبقى 4000. هي دي الفكره في ان انت تعمل multiplication factors، اللي هو ان انت تضرب تعمل multiplication مع نمبر فيه زيرو. يعني هنا مثلا قال لك 2 باي 8 2 باي 4 equal 8. تمام. طيب لو انا عملت 2 باي 40 هنعمل اول حاجه ننزل الزيرو، وبعدين تيجي انا عايزه اعمل لكم زوم عشان في حد كتب لي قال لي ممكن تعملي زوم، مع ان انا بشرح كتاب المعاصر. تمام. ادي نزلت الزيرو، 2 باي 4 equal 8 برضو. تمام. احنا خلصنا من الزيرو. طب 2 باي 400، اول حاجه افكر فيها ان انا اعمل ايه، انزل كل الزيرو. ادي نزلنا ال 2 زيرو بتوع ال 400. تمام اهمت. وبعدين اجي بقى اعمل مالتيبليكيشن لل 2 او مالتيبلاي من 2 باي 4 هتديني ال 8. نفس الكلام مع ال 1000. طب لو زودت يعني مثلا 2 باي 40000 هعمل ايه؟ عندي كام زيرو؟ 4، انزل الفور زيرو. تمام. وبعد كده ابدا بعد ما خلصت منهم ونزلتهم، يلا 2 باي 4 equal 8، يعني هتبقى 80000. تمام. هو ده الليسون الاولاني وبيتكلم عن النقطه دي، ان انا بتكلم على انني ان اما اجي اعمل الكلام ساعات بيدخل في بعضه، اما اجي اعمل مالتيبلاي مع نمبر يكون فيه زيرو، سواء بقى 10 ولا 100 ولا 200 ولا 300 100 سوري، ولا 200 ولا 1000 ولا 10000 ولا 100,000 حتى. واللي انا شرحته لك ده هي دي الاستراتيجي الاولى. الاستراتيجي الاولى يعني ان انا باخد النمبر زي ما انا عرفت مثلا 5 باي 3 هيديني 15 انا عرفت ان هو بيبقى 15. طب لو عملت ال 5 باي مش 3 بقى، لا 30، فهنعمل نفس الكلام، هننزل الزيرو، بعدين انا عرفت فوق ان ال 5 بلس 3 15. تمام. ودي اول استراتيجي عندي. طيب الاستراتيجي الثانيه اللي عندي اللي هي كلمه بريكا بارت، خدتها في شابتر 5، اللي هي فاكر لما انا قلت لك نكسر ايه، نيجي عندي ال30 ونكسرها، اللي هي نعمل بقى ال30 لما تتكسر. طبعا انت لازم الاول تذاكر شابتر 5 علشان تفهم اللي انا بقوله. يعني ايه اكسر ال30؟ اكسر ال30 يعني هخليها، ما انا عارفه ان ال30 دي عباره عن 3 باي 10.
تمام. 3 باي 10 وابدا اطلع ال 10 واخد ال 3 وال 5 مع بعض لوحدهم، ف 3 باي 5 برضو 15 وبعدين اعمل لها مع ال 10 نفس الكلام. ارجع بقى للنظريه الاولى، هنزل الزيرو واقول 1 باي 15 ايكوال 15 وهتديني 150. يبقى انا دي النظريه الاولى ودي النظريه الثانيه اللي هي بالبريكا بارت. لو انت اتفرجت على يونت او شابتر 5 هتعرف ان انا قلت كلمه بريك معناها اكسر. النظريه الثانيه بالبليس فاليو ودايما بتيجي عن طريق الرسم. طبعا البليس فاليو انا قلت لك ان انا اما يجي يقول لك دراو بليس فاليو، دي الاستراتيجي الثالثه عشان نحل مسألة زي دي مثلا. يبقى عندي استراتيجي أولى، استراتيجي تانية عن طريق التكسير، استراتيجي التالتة عن طريق الرسم. الناجي هاجي مثلا أنا قلت لك إن أنا بشوف 5 باي 3، احنا قلنا 30 هي اللي هي 3 تنس، صح؟ طيب يعني أنا قلت أول نمبر ده عبارة عن إيه؟ عدد الجروبس. لو برضو ده الكلام ده كان موجود في شابتر 5، عدد الجروبس. يعني أنا معايا جروبس 5 جروبس 1 2 3 4 5 جروبس. الجروب الواحد فيه كام؟ فيه 3 10. طبعا انا عارفه ان اللي هو ده الازرق ده هو بيمثل لي التنس، وقلنا ان هو بيكون من 10 وانس، يعني بيكون من 10 سكوير من الوانس. يعني لو عدينا كل السكويرز دول هنلاقيهم 10. تمام. فانا دلوقتي عندي 5 جروبس، كل جروبس بيحتوي على 3 10. تمام. هي نفس الكلام، وهرجع للمرحلة الأولى اللي هي استراتيجي الأولى. يبقى 5 باي 3 تنس يساوي 50 تنس، وبعد كده يعني اللي هي برضو نفس الطريقة الأولى، بس هي الفرق الأسامي. يعني هنا عندي دي نظرية البريك ابارت اللي هي التكسير، وعندي النظرية التانية عن طريق البليس فاليو، دراو بليس فاليو، ان انا ارسم بليس فاليو. طبعا انا قلت النمبر الاولاني بيبقى النمبر اوف جروب، والنمبر التاني اللي هو بيعبر لي على البليس فاليو اللي هو التنس مثلا، ده بيبقى اللي هو كل جروب فيه كام تنس. تمام. يبقى انا اول حاجه اهو ده المالتيبليكيشن استراتيجي، الليسون بتاعنا اسمه مالتيبليكيشن استراتيجي، ودي الثري استراتيجي اللي بنتكلم عليها. عرفناها. اول حاجه اللي هي استراتيجي عاديه خالص عن طريق المالتيبليكيشن فاكتس. تمام. تانية عن طريق اهي مالتيبليكيشن فاكتس اللي هي حقيقة الجدول، يعني حقيقة المالتيبليكيشن. التانية اللي هي البريك ابارت اللي هي التكسير، ان انا باجي اخد ال 30 او ال 50 او ال 60 وابدا اكسرها. تمام. الطريقة التالتة اللي هي عن طريق الدراو، الرسم بتاع البليس فاليو، اللي هي عن طريق رسم الوانس او التنس او ال100 حسب ما هو بيقول لي النمبر بتاعنا. تمام. هنا كاتب لك اهوت find the following product using any strategy. يعني احنا بيقول لك هات النتيجه دي باستخدام اي استراتيجي. فانا عندي هنا استراتيجي اولى، استراتيجي ثانيه، استراتيجي ثالثه. شوف انت عايز ايه الطريقه، واحنا فسرنا كل طريقه بالظبط نعمل فيهم ايه، والكلام ده اتشرح في شابتر 5. تمام. هو الليسن كله بيتكلم عن الفكره دي. طيب هنا هاخد بس، احنا طبعا قلنا هنأجل المسائل الكلاميه الوردز بروبلم كلها مع بعض في حلقه لوحدها بتاعت شابتر 5 وشابتر 6، بس هاخد حاجه زي دي مثلا. بيقول لك هنا امير bought 3 box، اشترى 3 box. تمام. to read each box costs 40 pounds. يعني كل كتاب واحد بيكلف 40 pounds، بالعربي كده 40 جنيه. how much did أمير pay؟ يعني أمير هيدفع كام؟ طيب أنا عايزاك تعرف الفرق بين الديفيجن والمالتيبليكيشن. المالتيبليكيشن لو أنت فاكر قصة الراجل بتاع المكتبة، قلت لك أنا معايا دلوقتي هنا زي ما أمير بيقول 3 بوكس. تمام. والكتاب الواحد قال لي امير اني اشتراه ب 40 باوندز. تمام. فعايز يعرف هيدفع كام في كل الكتب اللي اشتراها دي. طبعا انت ممكن هتفكر بعقلك وتقول لي انا ممكن اقول 40 بتاع بلس 40 بلس 40، يعني هجمع الفلوس دي، اعمل اديشن للفلوس دي مع الفلوس دي مع الفلوس دي وهديني نمبر في الاخر. صح. تمام زي الفل. طب انا لو عندي بدل 3 بوكس 10 بوكس 100 بوكس، هتقعد تعمل addition 100 times، تعمل addition جمع 100 مرة.
غلط طبعا. فعشان كده استخدمنا المالتيبليكيشن اللي احنا بناخده ده اللي هو مش عايزه اقول اسامي بالعربي. تمام. فهاجي اقول الثري بوكس ده واعمل باي 40، بدل ما انا اقول 40 بلس 40 بلس 40. وبعد كده نحل بقى عادي. عندي استراتيجي كتير ممكن تحل 3 باي 40. قلنا اول فيهم واحده ان احنا هنعمل 3 باي 4 وعرفنا انها هتبقى 12. وبعد كده هنيجي نقول طب 3 بقى باي 40. اول حاجه نعملها ننزل الزيرو، وبعد كده 3 باي 4 equal 12 برضو، يعني هتطلع 120. تمام. وهنأجل برضو المسائل الوردز بروبلم لحلقه لوحدها بتاع شابتر 5 وشابتر 6. بص بقى الليسون ده سهل قوي، بس هو اختار لي التيبل 9 ليه حيله، يعني هو فينجر تريك استراتيجي اللي هي حيله الاصابع. بص بقى سهل خالص، بس الطريقه دي للتيبل 9 بس. بص يا سيدي، اول حاجه خالص تفتحها ال10 فينجرز بتاعك، ان انت تفتح ال10 صوابع بتوعك. تمام. وبعد كده مثلا تيجي مثلا على نمبر زي ده مثلا 6 باي 9، 6 باي 9 وليكن. تعالى عند الصباع نمبر 6، يلا نعدهم مع بعض 1 2 3 4 5 6 اهو. وبنعمل فيه ايه؟ بنتنيه كده. تمام اهو، انا تنيته، يعني كل الصوابع اهي مفروده ما عدا الصباع نمبر 6. تمام. نيجي ايه بقى؟ شايف كل الارقام اللي هي على ايدك اليمين اللي قبل ال6 ده هو التنس، النمبر اللي هنكتبه في التنس. والارقام اللي موجوده بعد ما تنيت صباعي اللي هي في ايدي الشمال ده الوانس. طب تعالى نشوف. اديني هكتب هنا 6 باي 9 ايكوال، وادي كتبت فوق وانس وتنس. شايف اهو وانس وتنس. يلا احنا قلنا الصوابع اللي هي قبل على ايدي اليمين قبل ما قبل الصباع نمبر 6 اللي انا تنيته هو ده التنس. كام عندي؟ 10 20 30 40 50. 50 يعني اجي تحت التنس واكتب 50. طبعا مش هحط الزيرو بتاع ال50 علشان خاطر انا لسه هكتب الونس جنبها. والصوابع اللي هي بعد ما تنيت صباعي اللي هو في ايدي الشمال ده هو الونس 1 2 3 4. يبقى 6 باي 5 هتطلع 54. طب تعالى ناخد طريقه تانية اهو. ماشي. 2 باي 9. طبعا الطريقه دي لل9 بس اسمها فينجر استراتيجي او فينجر تريك استراتيجي، اللي هي حيله الصوابع يعني. تمام. يلا 2 باي 9 يلا نعملها مع بعض. اول حاجه نعمل ايه؟ نفتح ايدينا ال10 فينجرز. نيجي عند ال2، احنا عايزين نتني صباع نمبر كام؟ 2 اللي هو اهو. بنبدا دايما من ايدي اليمين 1 2 تنيته اهو. يلا الصوابع اللي قبل متني صباعي، اللي قبل متني صباعي ادي الصباع اهو متني. الناحيه دي اللي هي على ايه؟ ناحيه اليمين. كام صباع؟ كام؟ 1. بس ده هيتكتب فين؟ في الوانس ولا في التنس؟ قلنا في التنس، يعني ده 10. تمام. هكتب هنا اهو وانس وتنس. يلا نيجي عند ال10 هنكتب 1. طبعا مش هكتب 10 عشان لسه هيتحط الوانس جنبها، ده انا لسه تانية. يلا الصباع بقى اللي جنب الفينجرز اللي جنب الصباع اللي اتنى كام صباع؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 هكتبه في الوانس يبقى هتطلع 18. حلوه اللعبه دي. طب يلا نقول 7 باي 9. اول حاجه اعملها افتح صوابع ال10 اللي هم ال10 فينجرز. هو عايز اتني الصباع نمبر كام؟ نمبر 7. 1 2 3 4 5 6 7 هو الصباع ده اللي المفروض يتني اهو. تنيته. الصوابع اللي ناحيه ايدي اليمين، ناحيه اليمين هو ده اللي المفروض في التنس. يلا نشوف في التنس كام؟ 10 20 30 40 50 60. يعني في التنس هكتب 60. طبعا مش هحط الزيرو بتاع ال60 عشان لسه الوانس هيتحط تحتها. تمام. طيب في الوانس بقى يلا نشوف كده الوانس اللي هو الصوابع اللي بعد ما بنتني صباعنا، ودي طريقه حلوه ولعبه جميله قوي. يلا نعدهم 1 2 3 3 هتبقى 63. طبعا دي حيله حلوه قوي اسمها فينجر تراك استراتيجي. دي نظريه يعني بصراحه لعبه هي مش كده، ودي هتخليني احل تابل 9 بمنتهى السهوله. دي اول استراتيجي عندي. طب تعالى نشوف الاستراتيجي الثانيه. بص يا سيدي، هجيب بقى حاجه اكتب لك فيها الاول. الاستراتيجي الثانيه مع مثلا قلت لك 8 باي 9. خلاص بقى انا عرفت الاستراتيجي الاولى بتاعت الفينجرز اللي هي عن طريق الصوابع. الطريقه الثانيه هتيجي عند ال8 اهي وتبدا تعمل 8. هتبدا تعمل -1 يعني تشيل منها 1 تاني.
انا قلت ال 8 هعمل اول حاجه، اول خطوه عندي ان انا باخد النمبر اللي المفروض اعمل له باي مع ال 9 واعمل سبتراكت 1 او اشيل منه 1. اما اشيل منها 1 ال 8 اشيل منها 1 هتديني 7. هيتكتب في التنس، ما احنا عندي اي مكان 1 و 10 صح، هيتكتب في التنس 7. تمام. نيجي بقى عند دي اول خطوه خالص، ان انا بشوف النمبر اللي هنعمله مالتيبليكيشن مع ال 9 واشيل منها 1 واكتبه في التنس. اجي بعد كده الخطوه الثانيه، اجي بقى اشوف الرقم اللي انا كتبته في التنس ده واشيله من ال 9. يعني ال 9 لما اجي اشيل منها 7 اهو هتبقى equal 2، وهو ده النمبر اللي بيتكتب في الوانس. يبقى 8 باي 9 هتبقى 72. طب تعالى نحل بشكل تاني. عندي مثلا 9 باي 5 او 5 باي 9 عادي، هما الاتنين واحد، احنا عرفنا ان المالتيبليكيشن تبادلي عادي. يلا اول حاجه نعملها ايه؟ نشوف النمبر اللي هنعمله مالتيبليكيشن مع ال 9 نعمل فيه ايه؟ نشيل منه 1. يعني 5 minus 1 equal 4 صح؟ تمام. هنكتبه فين؟ في الوانس ولا في التنس؟ لا في التنس. اوكي. بعدين نيجي الرقم اللي احنا كتبناه في التنس ده نشيله بقى من ال 9. يلا ما نشيله من كل ده عشان نجيب بقى الوانس. ادي ال 9 نشيل منها ال 4 equal 5. يبقى 9 باي 5 equal 45. تمام. دي طريقة سهلة جدا 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 زي الفينجرز تراك. دي استراتيجي التانية لحل تيبل 9. اول حاجة بنشوف النمبر اللي احنا المفروض بنعمله مالتبلاي مع ال 9 ونشيل منه 1، وبعد كده الرقم اللي بيطلع بكتبه في التنس. تمام كده. اجي بقى النمبر اللي بيطلع اهو بسيبه زي ما هو، بس ببدأ اعمل كمان اشيل الرقم اللي انا كاتباه في التنس ده من ال 9 عشان يديني بقى الوانس. تمام. دي طريقة سهلة قوي، ديت الاستراتيجي التانية عشان نحل تيبل 9. تمام. يلا نشوف الاستراتيجي التالتة، ودي سهلة خالص عن طريق ال 120 شارت. احنا اتفقنا ان ده ال 120 شارت اللي هو بقى بنزود 9. عارفين التيبل مثلا لو تيبل 2 يعني كل مرة هنزود 2. تيبل 9 كل مرة هنزود، يعني مثلا هنا 1 باي 9 equal 9. طب 2 باي 9 هتزود على 9 اللي هتطلع دي 9 كمان هتديني 18. طب ال 18 اللي هي بقى 3 باي 9 هتيجي عند ال 18 وتطلع ونزود 9، وهكذا كل مرة بنزود 9. بما اننا في تيبل 9 هنزود 9 على كل نمبر، كل برودكت بيطلع لي. تمام. ودي طبعا اتشرحت في المالتيبليكيشن في كل التيبلز اللي فاتت. تمام. طيب النظريه بقى الرابعه في الليسون ده نظريه حلوه قوي اسمها 10 factors strategy. نظريه حقيقه ال10، هي اسمها كده 10 factors strategy. ايه هي حقيقه ال10؟ بص يا سيدي، اي نمبر هيتضرب، او مش عارفه ليه دايما عشان جدول يعني ماشي، اي جدول اي نمبر هنعمله باي مع 9. يعني مثلا 4 باي 9 قال لك يا سيدي اول خطوه اتخيل ال 9 دي كانها 10. يعني تخيل ال 9 كانه 10. تخيله. فلو انا تخيلت ال 9 كانها 10 دي اول خطوه عندي هتبقى 4 باي 10 هتطلع 40. تمام. دي اول خطوه. نيجي بقى الخطوه اللي بعدها نعمل ايه؟ شايف ال 40 دي اللي انت طلعتها؟ شيل منها بقى ال 4 اللي هي اصلا اتضربت في ال 9 اللي هي عملنا لها مالتيبلاي برضو مع 9، هي ما علينا. يبقى ال 40 لما تشيل منها 4 اللي تعمل سبتراكت بقى مع ال 4 هتديني 36. لا انا مش فاهم، قولي تاني. تعالى نقول تاني. 8 باي 9 وقال لي هاتها لي بالاستراتيجي اللي هي بتاعت ال 10 فاكتس اللي هي حقيقه ال 10. ما دام قال لك هات لي بالاستراتيجي بتاعت ال 10 في تيبل 9 وانت شايف ان هو تيبل 9، اوكي. اول حاجه هتعمل ايه؟ هتتخيلي ال 9 دي كانها ايه؟ 10. فهنقول 8 باي 10 كانها 10 هتبقى 80. نيجي ناخد ال 80 دي بقى نعمل فيها ايه؟ نشيل منها اللي هو النمبر اصلا اللي عملنا له ملتبلاي مع ال 9 اللي هو ال 8، يعني هنشيله منه تاني. مش احنا ضربنا الاول عملنا ملتبلاي 8 مع 10؟ تعالى بقى ال 80 دي هنشيل منها بقى ال 8. اما اقول زن 80 minus 8 هتطلع لي 72. تمام. ديت اسمها، المهم اهم حاجه تحفظوا اسامي النظريات دي. اسمها 10 فاكتس حقيقه، يعني نظريه ال 10 مثلا. اوكي. وانا قلت تخيل ال 9 دي كانها 10، وبعد كده اما تعمل بقى مالتيبليكيشن شيل من ال 10 ده الايه النمبر
اللي هو اصلا انت جبت منه الفاكتورز بتاعت التاني دي. فاهم حاجه؟ تمام. وعندي الاستراتيجي التانية اللي هي ال 120 شارت، اللي انا قلت لك بزود كل مره 9، لو كان تيبل 3 هزود كل مره 3. والنظريه التالتة اللي هي عن طريق اسمها list of occupation strategy، نظريه الاوكيتيشن اللي هي الباترن، هي عن طريق الباترن. تمام. اوكي. النظريه التانية اللي هي عن طريق الفينجرز. تمام. فينجرز استراتيجي. تمام. دي كده نظريات تيبل 9. طبعا سهله جدا 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 لحد دلوقتي، مفيش حاجه صعبه في الشابتر ده بصراحه يعني. هنا بقى بيجيني 53 lesson بيتكلم على الحقائق او الفاكتورز اللي موجوده بين الاديشن والمالتيبليكيشن. الاديشن اللي هو البلس، اللي هي العلامه بتاعته بلس، كنا بناخده في لحد جريد 2. لكن المالتيبليكيشن اللي هي على نمره الباي. تمام. طيب ايه هي الفاكتورز الحقيقي بتاعته؟ اول نظريه خالص بيقولك ان انا الاد لو عملت اديشن للزيرو بيديني نفس النمبر. يعني مثلا هنا 0 بلس 3 هيديني 3. طب 5 بلس 0 تديني 5. 6 بلس 0 اي حاجه بلس 0 هي نفس النمبر. تمام. لكن في المالتيبليكيشن مع الزيرو اي حاجه باي 0 بتديني 0. تمام. دي اول فاكت عندي. الفاكت الثانيه adding to 1، يعني لما ازود ال1، لو انا مثلا بزود ال1 ده معناه ان انا لو قلت 3 باي 1 equal 4. عكس ما اجي في المالتيبليكيشن ال1 اما اعمل له مالتيبلاي مع اي نمبر بيديني نفس النمبر. 3 باي 1 equals 3. دي الفاكت الثانيه. الفاكت الثالثه بقى adding in any order multiplication in any order، اللي هي لو انا قلت 3 باي 2 هتديني 5. يعني 3 في مخي وال2 على ايدي، بعد 3 4 5. طب لو بدلت بدل ما اقول 3 باي 3 بلس 2 قلت 2 بلس 3 هي برضه احط 3 في مخي وال2 على ايدي هتديني برضه 5. نفس الكلام في المالتيبليكيشن، لو انا قلت 3 باي 2 هتديني 6. طب 2 باي 3 هتديني 6. هنا طبعا انا قلت على البلس باي، سوري يعني عذرا، هي الدي بلس. تمام. قصدي ان اني اوردر في الترتيب ما بيهمش في الادنج او في المالتيبليكيشن، لكن في الماينس او السبستراكت ما ينفعش يتبدل. تمام. ناخد هنا كمان برضو في الديفيجن ما ينفعش الرقم الكبير دايما بنعمل له ديفايد على الرقم الصغير. تمام. طب نيجي هنا الدبلنج نمبر اللي هو لو عملت الرقم مع نفسه. يعني مثلا لو قلت 3 باي 3 دبل معناها التوأم اللي هو الضعف. يعني عملت 3 بلس 3، ما هو ال 3 التوأم بتاعها مين؟ هيبقى 3 زيها، هيبقى 3 بلس 3 equal 6. تمام. لكن هنا المالتيبليتنج مثلا باي بيج نمبر، لو انا هعمل مع مالتيبليكيشن مع بيج نمبر، كان عندنا نظريه اللي هي البريكا بارت. تمام. ان انا باجي مثلا 6 باي 7 باخد ال 7 واعمل لها تكسير، اما ال 7 تتكسر هتبقى كام؟ 5 و2. 5 اهو يبقى 6 باي 5، واجي ال 6 دي تاني هعمل لها برضو مالتيبليكيشن مع ال2. تمام. واعمل اللي هيطلع هنا 6 باي 5 يديني 30. طب 6 باي 2 12. هنعمل بعد كده بلس للنمبر ده مع النمبر ده، ودي شرحناها في شابتر 5. فالناس اللي مذاكرتش شابتر 5 تذاكروا كويس عشان هتفهم النظريه دي اول ما تبدا تسمع شابتر 5، لان ده شرحتها بالتفصيل في شابتر 5. تمام. دي عن طريق اللي هو بيقولك المالتيبليكيشن بيج نمبر، لو نمبر كبير. تمام. يعني مثلا هقولها هنا بشكل تاني، لو انا مثلا عملت وليكن مثلا 7 باي 8. اوكي. هناخد مثلا ال7 وابدا باي. تمام. افتح قوسين الاول اهو كده. دي النظريه دي اسمها بريكا بارت، ان انا اكسر. اجي عند ال8 اللي هو النمبر الكبير وابدا اكسره. طب اكسره ازاي؟ ادي ال8 اهو، اما اجي اكسره 5 بلس 3، يعني هنا هنعمل هنا 7 اهو، وطبعا في علامه بلس في النص. 7 باي 5 7 باي 3، عشان يبقى ال8 دي كاني كسرتها ال5 و3. تمام. يلا نحلو البلس في النص بينهم هما الاثنين، لان ال5 بلس 3 هتديني 8. نيجي 7 بلس 5 كام؟
35 وانزل علامة البلس. 7 بلس 3 21. يلا نبدأ نحل تاني. يلا واي طبعا بنعمل هنا addition عادي، الوانس مع الوانس. 1 5 بلس 1 equal 6. 3 بلس 2 equal 5. يعني هنا 7 باي 8 هتديني 56، ودي طريقة اسمها بريك ابارت، التكسير، ان انا بكسر النمبر الكبير. طب نرجع تاني بس هنا للدبلنج. يعني انا لما قلت 3 بلس 3 equal 6، ال 3 دي انا عملت لها اديشن كم مره لنفسها؟ 2. يعني انا ممكن اعملها بمنتهى السهوله، هيبقى 3 بلس 3 هي ال 2 باي 3. طب لو انا عملت ال 3 بلس 3 بلس 3، طبعا دي مش دبلنج كده، ده مش كده، مش عملت اديشن مرتين، ما هي دبل دي لازم تبقى مرتين، دي ترابل كده، دي 3. تمام. 3 بلس 3 بلس 3 دي معناها ان دي كام في المالتيبليكيشن؟ ال 3 ناخد النمبر وهشوف باي كم مرة عملتوا اديشن مع بعض. 3 times يعني 3 باي 3 equal 9. تمام. دي كلها فاكتس عن حقائق عن الاديشن والمالتيبليكيشن. تمام. وادي جايب لك اسئله على كل الكلام اللي احنا بنقوله. يعني مثلا هنا لو عملت هنا 3 باي نقط equal 7 باي 3. ما دام شفت علامه الايكوال بيقول لك ان الناحيه دي قد الناحيه دي. طب يلا نقول ما دام الناحيه دي قد الناحيه دي، ادي ال 3 اهي وال 3 اهي، وايكوال يعني يساوي، يعني دي قد دي، يبقى ال 7 دي هنا دي تنفع تبقى 8؟ لا طبعا، لانهم بيساووا بعض. يبقى هنا 7، يبقى 3 باي 7 هي 7 باي 3. تمام. ال 4 باي نقط يديني 0. مين بقى؟ انا اتفقت ان الزيرو اما بنعمل له مالتيبليكيشن مع اي نمبر هيديني هي 0، فيبقى 4 باي 0 هي الوحيده اللي هتدي 0. طب ال5 وال5، ايه ال5 دي؟ ممكن تديني 5 زي ما هي، هو نمبر واحد بس اللي بيديني الرقم، اما اعمل له مالتيبليكيشن بيديني نفس الرقم، هو ال1. تمام. ودي بقى عمليه التكسير اللي هي البريك ابارت اللي انا قلت عليها. 7 وادي 7. يلا دي 8. ال8 دي كسرتها ازاي؟ ادي 8 اهي، قال لك انا خدت منها 7، يبقى اتفضل كام؟ 1. يبقى هنا 1 عشان ال1 ده مع ال7 ده تديني الاتنين 8 اللي هي دي النظريه اللي هي البريك ابارت اللي احنا شرحناها الخاصيه بتاعتها. تمام. طبعا 6 بلس ايه يديني 7، هي 6 بلس 1، دي سهل قوي، ده عيل بقى في كي جي 1 ولا 2 يحلها. تمام. احنا كده خلصنا، دخلنا بقى على lesson 54 ورجعنا تاني لشابتر تقريبا 3، شابتر 3. رجعنا تاني نتكلم تاني على البليس فاليو، ones tens hundred thousand 10,000 100,000. فاكر انا قلت لك احنا كانت في طريقه، قلنا في حاجه اسمها ستاندرد فورم، ده طبعا في شابتر 3. اللي عايز الشابترز كله يكتب لي وانا ابعت له كل الحلقات. في حاجه اسمها ستاندرد فورم اللي هو الرقم الملموم زي ما انا كنت بقوله، ده كده ستاندرد فورم، رقم نكتبه كله جنب بعض. وفي الاكسبندد فورم، اكسبندد معناها الرقم الممتد، يعني نفكه من الاخر. نيجي نشوف هنا مثلا يعني 3، طبعا دي اسمها اصلا 70 لان دي في التنس، وال200 عشان دي في ال100. انا بشرح طبعا الكلام ده بسرعه لانه ده مشروح في شابتر 3، فاللي عايز الشابتر ده مشروح بالتفصيل بقى. تمام. يقول لي وانا ابعته له. طبعا ده في الثاوزند 5000، الثاوزند معروف ان هي 30 لكن ال100 20. 60,000 400,000. تمام. وفي طريقه تانية اسمها وورد فورم. وورد فورم اللي هو الكلاميه، يعني اللي هي الشكل الكلامي، ان احنا نكتبها بالحروف. اللي هي ازاي بقى؟ يلا نقراه. لو افتكرت انا في شابتر 3 قلت عشان نقرا النمبر نعمل ايه؟ نقرا عيله الثاوزند مع بعض. يعني انا عارف ده 1 10 100,000 من اول الثاوزند، ودي اسمها 10,000 ودي اسمها 100,000. من اول الثاوزند نقراه مع بعض، يعني العيله دي كلها ثاوزند نقراها مع بعض. طب نقرا من الثاوزند هنا؟ لا طبعا بنقرا من الكبير، فنقرا النمبر كده كله مع بعض. 465,000. 400 عشان دي في ال100,000. 65,000 العيله دي كلها تبع عيله الثاوزند. 465,000 وبعدين نبدا ندخل على الناحيه الثانيه 273.
تمام. وخدنا حاجه اسمها الفاليو والبليس فاليو. فاليو معناها نكتب قيمه الرقم، يعني نحط زيرو ولا لا. يعني مثلا ده ال3، الفاليو بتاع ال3 هي 3 لان الوانس ما بيتحطلهاش زيرو. طب الفاليو بتاع ال7 70 لانها في التنس، يعني الفاليو بتاع ال7 هتبقى 70، نكتبها كده. الفاليو معناها احط زيرو ولا لا، يعني اكتب النمبر. يعني مثلا الفاليو بتاع ال5 هنقول شوف ال5 موجود في الثاوزند، يعني 5 واحط 3 زيرو عشان 1000، ده الفاليو بتاعها. طب ايه بقى الفرق بينها وبين كلمه بليس فاليو؟ البليس فاليو معناها مكانه فين، في الوانس ولا في التنس ولا في ال100 ولا في الثاوزند ولا في ال10000. اول ما اسمع كلمه بليس فاليو اللي هي مكانه فين، ده معناه ان انا اقول المكان ده في ال100 ولا في ال1000 ولا في ال10000 ولا في الوانس ولا في ايه. يعني لو جيت قلت مثلا عايزه البليس فاليو لل6، لل6 سوري مش لل6 لل6، فهقول هنا يبقى البليس فاليو ما دام بليس معناها مكانه فين، يبقى بص على مكانه فين، ده وانس 10 100 10,000 يبقى هو مكانه في ال10,000، ده اكتب كده. لكن لو قلت فاليو يبقى انا عارفه ان ال10,000 ده احط كام زيرو، 4 زيرو، يبقى اكتب 6 واكتب جنبها 40 عشان اقول ده الفاليو بتاعها. عرفت ايه الفرق بين الفاليو والبليس فاليو؟ بليس فاليو معناها مكانه فين، وساعتها اكتب هو في وانس ولا موجود في التنس ولا في ال100 ولا في ايه بالظبط. لكن فاليو معناها ان انا احط له زيرو ولا لا، وبحط الزيرو حسب المكان بتاعه. تمام. احنا كمان كان عندنا ده في شابتر 3 ان انا هنا 30,000 وجي قال لك يلا اكتبها لي بصيغه ال1000، ادي نمبر اهو. وجي قال لي فاكر اما انا قلت لك لو كتبت 1000 اشيل الزيرو، اشيل طبعا الزيرو بتاعها، يعني ال1000 معروف ان هو 3 زيرو، يبقى اشيل ال3 زيرو. لو شلت ال1000 احط ال3 زيرو. هنا كتب لي 1000 وعاوز الرقم اللي قبلها، ما دام كتب لي 1000 وعايز الرقم اللي قبلها اعمل ايه؟ اشيل ال3 زيرو. ال3 زيرو يعني النمبر هيبقى 30,000. تمام. طب هنا مثلا 200,000 وعايز اشيل بقى واكتب نمبر عادي، ما ده اول حاجه اعملها هشيل ال1000، وما دام اشيل ال1000 معناها ان انا احط كام زيرو؟ 3 زيرو، يعني هتبقى 2 انزل الاول الزيرو بتوع 200 دول ما لهمش دعوه، 200 وبعدين ال1000 احط ال3 زيرو بتوع كلمه 1000 اللي انا شلتها. تاني يعني حطيت ال1000 كلمه 1000 اشيل ال3 زيرو. طب حطيت 100 اشيل ال2 زيرو. طب لو حطيت 10 اشيل الزيرو. طيب لو شلت ال10 احط بقى الزيرو، يعني الزيرو مع الكلام. لو شلت الكلمات اللي هي 1000 او 100 او 10 او 10,000 اشيله احط الزيرو، العلاقه بينهم عكسيه. تمام. يعني مثلا بص دي اهو 600 وفي كلمة 10 اهي محطوطة، انا دلوقتي حطيت الكلمة يبقى اشيل الزيرو. طب اشيل كام زيرو؟ 10 اشيل زيرو واحد بس، يبقى اما اطير زيرو واحد هتتفضل هنا 60. فهمتني؟ ده طبعا المشروع في شابتر ايه؟ شابتر 3. تمام. طبعا كل الكلام ده شابتر 3، ده مراجعة تقريبا او مش لاقيين حاجه يقولوها. هنا ده ستاندرد فورم، وهنبدا نفكه الاكسبندد فورم. نيجي على اول حاجه الوانس وبعدين التنس. طبعا ما دام فكيته بحط الزيرو عادي، لكن لما ابدا الم النمبر وانس جنب تنس جنب 100 جنب 1000 ما ينفعش احط الزيروهات بتاعتهم. تمام. احنا كده اهو خلصنا الشابتر، لان ده كله محلول قبل كده او مشروح قبل كده في شابتر 3، ده كده كانك بتراجع على شابتر 3. عندي هنا بيقولك الاديشن استراتيجي عن طريق، هنا بقى هنرجع تاني للاد والسبتراكشن الماينس بس بنظريات. تمام. تعالى نشوفها ونشوف مشروع فيها ايه. اتعود دايما ان انا لما اجي اتكلم عن اديشن او سبتراكت عن طريق النظريات، هم دايما 4 نظريات. تمام. النظريه الاولى اللي عندي هنا عن طريق مادام جه قال لي نظريه البليس فاليو يبقى معناها في رسومات. تمام. كلمه نظريه البليس فاليو بلوكس دي معناها في رسومات. جايب لك نمبر اهو 324 بلس 167، عايز يعمل بلس ليهم. فاول نظريه عن طريق البليس فاليو عن طريق الرسم. يعني طبعا بنيجي مثلا
نشوف الرقم اللي هو الكبير ده مثلا ونبدأ نرسمه. ادي عندي وانس اهو 4، التنس عندي 20 اللي هما ده، وال100 300 اهو تمام. وبعد كده باجي عند النمبر التاني، طبعا ده في الاديشن برسمه برضو نفس الرسومات 7 وانس 60 في التنس 6 تنس وادي 100 تمام. ابدا اجمع. طبعا الوانس اقصى حاجه تتجمع فيه 10 تمام. يلا نشوف هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وفي واحد اهو بره لسه تمام. التن دوت اما تجمعه هيكونوا لي 10. احنا الكلام ده كنا خدناه على فكره في تانية تمام. اما يتجمعوا وتحط التن دول فوق بعض كده هيكونوا لي واحد زياده هنا هيطلع هيروح يقف مع دول تمام عشان نجمع صح. فاللي اتفضل كام؟ 1 هي اللي بره، يبقى هنا اول حاجه هتبقى في الوانس عندي 1 تمام. لكن التن اللي احنا جمعناهم دول هيبداوا يروحوا هنا في التنس بقى تمام. يلا بقى نجمع التنس نشوفهم بقوا كام. 2 مع ال6 اللي تحت بقوا 8 وفي 1 بقى 1 10 جمعناه اصلا من الوانس اللي قعدنا نجمعهم 10 بقى 9 تمام. يبقى ده في التنس اهو. ده الكلام ده خدناه في سنة تانية تمام. نيجي بقى على 100 100 200 300 400 ادي 400 دي كده عملنا اديشن عن طريق الاستراتيجي الاولى اللي هي عن طريق البليس فاليو. وقلت ما دام جبت استراتيجي عن طريق البليس فاليو معناه ان انا هرسم تمام. النظريه دي احنا خدناها اصلا في جريد 2 تاني اهو. باجي اقول 1 2 3 4 بكتب يعني برسم كل حاجه بتاعتها. ادي النمبر اللي هو 300 ده اهو جمعته اهو ادي رسمته اهي، والنمبر ده تجميعه اللي هو اللي تحت ده. نيجي بقى نجمع الوانس مع الوانس. لو انت كونت التن من الوانس هيبدأ يترحل على التنس ده. طب لو كونت التن يعني لو انت مثلا كونت التن من التنس برضو هتكون لي مكعب كبير من ال100 ويبدأ يترحل على ال100 اللي بعديه تمام. دي طريقة اسمها البليس فاليو بلوكس اللي هي عن طريق الرسومات يعني. الطريقه التانية عن طريق الديكومبوزنج وبرده خدناها. فاكر الديكومبوزنج لما كنت بقول لك معناها نفكه تمام؟ كنا بناخدها برده خدناها في سنه تانية ان انا اخد كل نمبر وابدا اعمل له ديكومبوز افكه. ادي اهو اعمل له احوله من الستاندرد فورم لاكسباندد فورم 4 وادي 20 بلس 300 هنا نفس الكلام عملت ده. نيجي نبدا بالوانس 4 بلس 7 11 20 بلس 60 80 وبعد كده الشكل النهائي ده بناخده ونعمل له بلس تاني تمام. برضو وانس مع وانس مع وانس تنس 1 مع 0 مع 0 هيديلي 1 1 مع ال 8 تديني 9 وهنا مكان 0 يبقى 9 وال 400 مفيش حاجه قدامها بتنزل زي ما هي. دي طريقه تانية اسمها decomposing numbers ان احنا نعمل نفك النمبر. القلم وقع طب عقبال ما اجيبه ثانيه. طيب انا جبت القلم خلاص. الثيرد استراتيجي دي الاستراتيجي الثانيه اللي ديكومبوزنج. الثيرد استراتيجي الطريقه الثالثه بقى طريقه اسمها النمبر لاين اللي هو خط الاعداد. ادي اهو خط الاعداد. باجي اكتب النمبر الكبير في اول الخط بتاع الاعداد تمام. يعني مثلا عندي هنا النمبر كان اديشن 324 بلس 164 اهو بكتب النمبر الكبير. وطبعا انا عشان انا بعمل اد معناها ان انا بطلع قدام. طب اعمل اديشن ازاي؟ باجي عند النمبر الصغير الاول اعمل له ديكومبوز عادي جدا. يعني 100 بلس 60 بلس 7 تمام. اجي بقى باجي ابدا انط عن طريق النمبر لاين انط على خط الاعداد ده. ادي كتبت النمبر الكبير. طب ازود بالوانس الاول ولا بالتنس ولا بال100؟ لا ازود على 100 على طول الاول. اما اجي اول حاجه ازود ال100 اللي انا فكيتها اللي هي 100 ف 300 دي هتبقى 424. طيب ادي خلصت من ال100. ابدا ادخل بقى على التنس ازود ال60 طبعا بزودها على التنس يعني ال20 دي هتبقى 80 والوانس 4 زي ما هي. طيب اجي اخر حاجه بقى ازود الوانس اللي هي 7 هتديني في الاخر النمبر 491. يعني انا حليتها بكذا نطه. ده عن طريق النمبر لاين. برسم نمبر لاين براحتنا خط الاعداد اللي هو ده
اللي هو ده. تمام، واكتب النمبر الكبير، وطبعا انا هنا بزود فبنط لقدام، عكس اللي هنشوفه في السبتراكت الماينس، هنكتب الرقم الكبير هنا بس ابدا ارجع لورا. تمام، وهرجع برضو بنفس الطريقه، ان انا باخد الرقم اللي انا بعمل له اديشن معاه وابدا افكه. ارجع بقى ال100 الاول، وبعدين ارجع التنس الاول، وبعدين ارجع الوانس الاول. دي النظريه الثانيه اللي هي عن طريق النمبر لاين. النظريه الثالثه اللي هي عن طريق الادنج باي جروبنج، ودي الطريقه اللي احنا بنحلها عادي وبنخلي الولاد يحلوا معانا عادي. ان انا بعمل مجموعات، يعني ان انا اقول 4 بلس 7، احط ال7 في مخي، بعد ال7 8 9 10 11. طبعا ما ينفعش في الوانس اكتب رقمين، يعني 11 كده اكتبها كده وكده، ما ينفعش خالص، لا. فبكتب النمبر اللي بيتحط في الوانس. تمام، واجي النمبر اللي موجود في التنس بحطه فوق التنس. يبقى اجي اقول هنا احطه في سيركل، وابدا اعمل 2 باي بلس 6 تديني المفروض 8، والرقم اللي فوق اللي انا ضفته 9، واجمع ال100 مع ال100. تمام، دي طريقه اسمها ريجروبينج، تكوين مجموعات، ودي الطريقه اللي احنا بنحلها عادي جدا. طيب، حاجه بس صغيره عايزه افكرك بيها، هو هنا مفكرك بيها، اللي هي الاستيميشن، خدناه برضو في سنه تانية في الترم الاولاني في شابتر 4. الاستيميشن اللي هي معناه، كان عندي كذا طريقه للاستيميشن، اللي هو التقريب. الاستيميشن معناه نكبر الرقم ولا لا. لو اجي قال لي عن طريق الراوندنج، فاكرين كلمه راوندنج؟ كنا واخدينها برضو في شابتر، في يونت، في شابتر، في سنه تانية، اللي هو راوند او راوندنج. اول ما نشوفها معناها اكبر الرقم ولا لا. يعني مثلا ال 324، يا ترى الرقم ال 300 دي ممكن تبقى 400؟ الكلام ده ازاي؟ حسب الرقم اللي قبليه، حسب التنس بتاعها 2. طب احنا كنا متفقين ان في ارقام هي اللي بتكبر لي الرقم، لان في كلمه راوند. ايه هي الارقام اللي بتكبر لي الرقم؟ 5 6 7 8 9، فال2 مش منهم، يبقى هي هتخلي 3 زي ما هي، هتبقى 300. وانا افكرك ان الاستيميشن لازم بشوف الرقم بس اللي انا قصدي عليه يكبر ولا لا يتكتب، لكن بقيه الارقام اللي جنبه كلها زيرو. طب هنا يا ترى ال167 تكبر؟ ال100 دي تكبر؟ عشان قبلها 6، وال6 عندي من الارقام اللي بتعمل راوندنج، فكبر تخليها 200. تمام، فال300 بلس 200، يعني الرقمين دول الاستيميشن بتاع الرقم ده والرقم ده اما يكبروا، اما نعمل لهم بلس مع بعض هيديني 500. طب الرقم الحقيقي بقى اللي طلع لي ال 491 فعلا ممكن يكبر، ممكن يبقى 500. يكبر، لان ال 400 قبلها 9، وال9 تعمل راوندنج تبقى 500. فعشان كده بيقول لك ان الاجابه دي يعني مقبوله. تمام، هنا جايب لك عمليات اديشن نعملها، وكاتب لك فيرست استراتيجي ولا سكند استراتيجي، انت تختار النظريه اللي انت عايزها. يعني مثلا لو عايز تستخدم عن طريق البليس فاليو بلوكس، اللي هي عن طريق رسومات كده، دي استراتيجي اسمها بليس فاليو. ممكن عن نظريه الديكومبوزنج نمبر، ان احنا ناخد كل الارقام ونبدا نفكها. ممكن عن طريق النمبر لاين، ان احنا بنيجي نرسم لاين كده خط، ونبدا نكتب الرقم الكبير، وبعد كده ناخد الرقم التاني ونعمله ديكومبوز، نفكه، ونبدا نضيف بال100، وبعد كده نيجي نضيف التنس، وبعد كده نضيف الوانس. لو عايز بالنظريه اللي هي تكوين ريجروبينج، ادنج باي ريجروبينج، اللي هي النظريه العاديه جدا. تمام، فهنا بيقول لك حلها باستراتيجي، يعني اختار different strategy. تمام، هنا بقى مثلا لو جالك هنا مثال زي دي بلس ل 3 نمبر مع بعض. تمام، ايه اللي بيحصل؟ باخد 2 نمبر مع بعض، يعني 2 هنا ده مع ده، احطهم في مثلا في قوس، وابدا احل اللي هيطلع من ده، واللي هيطلع هكتبه هنا. تمام، وبعد كده اعمل تاني، يعني انا بحل هنا الاد عن طريق كذا خطوه، ان انا اجمع 2 نمبر مع 2 نمبر، وبعد كده ابدا اشوف هيديني كام، واللي هيطلع اعمل له اديشن مع النمبر اللي بعديه. نفس الكلام، هو هنا بقى سايبهولي وانت بيقولك انت اختار، فمثلا هتختار ده مع ده اهو، تبدا تحله وتشوف هيطلع كام، وبعدين تعمل بلس وتنزل الرقم التاني، وبعدين تحل تاني. يعني انا بحل الاديشن عن طريق كذا خطوه. هنا جايب لك بص 4 نمبر، نفس الكلام، خد 2 نمبر مع بعض و2 نمبر مع بعض، هنحل ده الاول اديشن هنا ونكتبه، نحل ده تاني اديشن ونحل، وبعدين اللي يطلع من ده وده نعمل له اديشن مع بعض.
طبعا الاديشن دي سهل جدا، ومفروض احنا كنا خدناه في جريد، خدناه في جريد 1 وجريد 2، وخدناه في كي جي 2 كمان، كي جي 2. تمام. فعلشان كده انا يعني الاديشن اكيد لازم تتدرب عليه ولازم تكون عارفه جدا. تمام. هنا بقى الاستراتيجي بتاع الماينس نفس الاستراتيجي بالظبط بتاع الاديشن، بس طبعا مع اختلاف ان البلس مثلا او الاديشن بنزود، يعني بنطلع قدام، لكن الماينس بنرجع لورا. فهنا مثلا جه دلوقتي قال لك البليس فاليو، هنرسم اول حاجه الاستراتيجي الاولى اللي هي عن طريق البليس فاليو بلوكس، اللي هي ما دام عرفت بليس فاليو يبقى فيها رسومات. هنرسم طبعا الرقم الكبير لان بنشيل منه الرقم الصغير. فدي اهو 318 سوري. تمام. اجي عند في الوانس 8، في التنس 1، في الهندرد 3. تمام. ابدا اعمل ايه؟ اول حاجه خالص ال8 دي بشيل منها 5، فهو راسم لك اهو واعمل لك اكس على ال5 اللي احنا هنشيلها، فهيتبقى 3 هكتبه في الوانس. تمام. نيجي بقى في التنس، طبعا السبتراكت الماينس ما ينفعش تبادلي زي البلس، يعني ما ينفعش اقول مثلا 1 ماينس 4 اقول ايه ده، لا ما ينفعش ال1 اشيل منه 4، لا خلاص خليها 4 ماينس 1، لا ما ينفعش الكلام ده. 1 ماينس 4 هفضل 1 ماينس 4. طب ال1 ده مش هينفع اشيل منه 4، اعمل ايه؟ ساعتها ال1 ده بيروح عند ال100 ويقول لها يا 100 لو سمحتي سلفيني 100 من عندك اقسمها علشان خاطر اعرف اشيل من ال1 ل4. فتبدا ال100 دي تديني ده، وابدا اكسره عشان يدخل في التنس، يعرف يدخل في بيت التنس. طبعا هكسره ل10 تنس. تمام. وابدا اشيل يلا بقى 10 تنس اهو، واعمل واشطب على ال4 اللي هو عايز يشيلها، واشوف هيتفضل كام في التنس. 1 2 3 4 5 6 7، يبقى 70 في التنس. طبعا انا خلصت من ده، فبقى في ال100 في 2 بس. 2 اشيل منها ال100 اللي انا عايزه اشيله، يعني انا ده اصلا هو ده اللي انا قسمته، اللي انا سلفته لل1 ده، فابدا ال2 اشيل منها 1 هيتفضل لي 1. تمام. دي النظريه الاولى عندي اللي هي فيرست استراتيجي عن طريق البليس فاليو. النظريه الثانيه عن طريق الديكومبوز، برضو ان انا ابدا اشوف النمبر اهو الصغير وابدا اعمله ديكومبوز، وبعد كده اجي عند النمبر الكبير ابدا اشيل منه حاجه حاجه اهو. اجي اشيل منه اول حاجه ال100 اللي انا عملت له تكسير للنمبر الصغير، ادي النمبر الصغير اهو، المفروض احنا ده بنشيل منه ده، فاجي هنا ده فكيته ال145 300 هشيله منه ال1، وبعد كده اخد النمبر اللي هيطلع ده اشيل منه بقى ال40، النمبر اللي هيطلع ده اشيل منه الوانس. دي النظريه الثانيه اللي هي اسمها نمبر لاين هوبس او الديكومبوزنج. اهو برضو هو رسمها لي عن طريق ان هو الاثنين يعني شامل لي الاثنين مع بعض، رسمها لي اهو. خلي بالك انا كتبت الرقم الكبير، وفي الماينس او السبتراكت ببدا ارجع لورا، يعني شلت اهو، شلت منه ال100، بعدين شلت الرقم اللي طلع لي هشيل منه التنس، هشيل منه الوانس. تمام. ببدأ بالرقم الكبير وارجع لورا في الماينس، عكس البلس بكتب الرقم الكبير برضو بس ببدأ اطلع قدام، ده في النمبر لاين. النظرية اللي هي الفاكت فاميلي، النظرية الأخيرة بقى. تمام. اللي هي عن طريق الفاكت فاميلي. بص انا هقول لك حاجة، الفاكت فاميلي دي طبعا انت عارف ان نمبر صغير مع نمبر صغير كنا خدناه برضو في جريد 2، نمبر صغير ونمبر صغير بيديني رقم النمبر الكبير. يعني النمبر ده مثلا شلت منه النمبر ده، تمام، هيديني رقم صغير لانه بشيل منه عمليه ماينس عاديه خالص. تمام. النمبرز ده والنمبرز ده لو احنا عملنا لهم بلس هيدوني رقم الكبير. طب الرقم الكبير ده لو عملت له بدل ما اشيل منه النمبر ده شلت منه النمبر ده هيديني الرقم التاني. ده الفاكت فاميلي، فاكره؟ يعني اهو التو نمبر الصغيرين لو جمعوا مع بعض هيدوني الرقم الكبير. طب لو عملنا تبديل برضه هيديني نفس الرقم الكبير، لكن الرقم الكبير لو شلت منهم نمبر من الصغير هيديني الرقم التاني. ده الفاكت فاميلي شرحناه بالظبط في جراد 2، فاللي مش عارفه يقول لي وانا ابعت له شرح اللي حصل في الفاكت فاميلي في جراد 2 الحلقه دي بس. تمام. يعني ده كله انا حاسه ان هو كانوش لاقيين حاجه يحطوها في المنهج فحطوها. اخر حاجه بقى هنا بيقول لك ان انا اخر شابتر 58 في لو جات لي في المسائل الكلاميه كلمه all او كلمه together، ده معناها ان انا بعمل بلس،
كلمة add subtract بعمل بلس. تمام. وهنا برضو لو لقينا كلمة left معناها ان انا على طول بعمل minus او subtract. تمام. دي كلمات من هنا جايبها لك في الكتاب اهو، الكلمات اللي بتخليني اعمل بلس، والكلمات اللي بتخليني بتجيلي في المسائل الكلاميه واعمل ماينس. طبعا انا عارفه من زمان من شابتر من جراد 2 وانا بقول هاو ميني لو جت مع مور ذان او ليس ذان معناها على طول ان انا اعمل ماينس. remain ماينس difference take away، كل الكلام ده معناه ان انا اعمل ماينس. طبعا المسائل الكلاميه هنأجلها زي ما انا قلت لكم في حلقه، اخر حلقه في الماس ان شاء الله في شابتر اخر الجراد 3. تمام. وهنشرح معاها اللي هو الليكويد فوليوم اخر ليسون في شابتر 6 عشان الموبايل فصل احنا بصراحه فمش هعرف اصور، فهنشرحه مع المسائل الكلاميه جزء بسيط جدا. ده اخر ليسون اصلا موجود، نشرحه عشان بس ما نطولش عليكم. وان شاء الله استنوني في حلقه اخر حلقه الحلقه الجايه حل المسائل الكلاميه وشرح الليكويد فوليوم في شابتر 6. شكرا لكم جدا، وبنهي كلامي بالصلاة على النبي. بس انا عايزة افهم حاجة، اعرفوا الولاد ان ده اسمه ده المفروض ده بيعمل ماجر، بيقيس الليكويد. تمام اهو، هو ده بيبقى موجود دايما في المعمل، اسمه graduated cylinder، يعني السلندر المدرج. تمام. بيبقى موجود في المعامل عندهم عشان هنبدأ نشرح فيه الفوليوم بيتقاس ازاي، الفوليوم بتاع الليكويد. تمام. هو ليسون سهل جدا وبسيط جدا. زي ما احنا عارفين ان اللينس بيتقاس بالميرر والسنتيمتر والملي ميرر، وعرفنا ان الويت بيتقاس بالكيلوجرام والجرام. برضو الفوليوم بتاع الليكويد بيتقاس باللتر والملي لتر. تمام. هنكمله ان شاء الله، ان شاء الله هنشرحه في الحلقه الجايه، واحنا كده خلصنا المنهج. شكرا لكم جدا، وبنهي كلامي بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.